الكبيدات ديالي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ ما اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وما يخصكم خير. فيديو جديد ونهير جديد مع اختكم، بالامل تستمر الحياه. اول شيء نبداو بهذا الفيديو هو الصلاه على المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة غادي نبداوها هي نجاوب على الأخت اللي من بلجيكا، اللي سألتني أسئلة تخص بالنسبة للمدارس في مدينة جرسيف. مدينة جرسيف اختي العزيزة راها مدينة بدات كتطور، بدات كتكبر، ما شاء الله، يعني بزاف د الحويجات ما كانتش فيها ورجعوا فيها. أولهم بيم، بعداتي اللي كاين فيها بيم دائما الحمد لله شغال ودائما مفتوح ودائما فيه الجديد. ما كنصوركمش فيه صراحة لأني ما كنمشيش فيه، ما كنمشيلوش بزاف. كاين سوبر مارشيات الحمد لله، كاينين جوج حتى ل3 يمكن ديال السوبر مارشي. كاين المارشي ديالنا ديال الحوت اللي هو مازال شي شويه خصو يتقاد، لان شويه هو كيكون عامر ولكن خصو يتقاد، خصو يكون فيه شويه الاصلاح. هذه نقطه بعدا مازال ما كايناش. نتمنى انه ياخذوا بعين الاعتبار ان المارشي ديال الحوت خصو يتقاد، لان شويه فيه ديال التكرفيس. عندنا بالنسبه للمدارس اختي العزيزه، كاينين المدارس بالنسبه للاعدادي. انا غنذكر لك غير على الجهه اللي ساكنه فيها انا او الفيلاج اللي قريب ليا. كاينه الحسن الداخل، كاينه هذه اعدادي وثانوي، وكاينه مدرسه بن رشد، وكاينه الزرقطوني، وكاينه الادريسي كنت انا قريت فيها. كاينه بالنسبه هذا الابتدائي، ما عارفاش بزاف الابتدائي من غير ان عارفه كاينه مدرسه علال بن عبد الله اللي انا قريت فيها حتى هي، ومن غير اني ما عارفاش اخرين. يعني يوجد الكثير من المدارس الحمد لله، يعني كاين في الشويبير، كاين في النقد، كاين غير انا ما عارفاش الاسامي ديالهم. في اي بلاصه مشيتي كاين مدارس ابتدائي، كاينه ساكا، كاينه طريق ساكا، كاين المهم هاد النواحي ديال مدينه كرسيف كاينين بزاف. كاين هذا حمريه خلاص بلا ما نذكروها، كاين دوار الليل، كاين دوار الطباشير، كاين بزاف ديال الحرشه، كاينه حرشه كامبير، كاين المهم حرشه عراس. غير انا في الحقيقه راني ان شاء الله يا رب العالمين الا كتب الله وكنت في احوالي الجيده، يعني اموري كانت مزيانه ان شاء الله نقدر نصور لكم شي فيديو قرسيف كامل باذن الله. هادشي اللي راني باغيه نتطرق ليه يا رب العالمين يوفقني لهاد لا فيديو ان شاء الله. وكنتمنى انكم تحطوا لي تعليق تما كاين بانكم تطلبوا لي باش ندير لكم فيديو على مدينه كرسيف كامله ولا مدينه كرسيف. بالنسبه للسونتر اختي العزيزه نورا من بلجيكا كانت قالت لي واش كاينين اللي فين كيديروا السوايع. كاينين اختي العزيزه، انا بالحكم اني كنت كنقلب لولدي فين يدير السوايع فتحوا بزاف ديال لي سونتر في الفيلاج ديال السوايع. كاين ديال الاعدادي من الخامس يمكن، المهم الابتدائي والاعدادي والثانوي. الحمد لله، يعني كاينين واحد لي سونطر فتحوا صراحة زويونين، فيهم اساتذه قدامين عندهم خبره. يعني كنتمناو انا الولد ديالي يلاه بديت معاه هذا الاسبوع، نتمناو يا ربي يكون داكشي زوين ويكون يرضي الوالدين ويرضي حتى التلاميذ باذن الله. شنو اخر كاين صراحه. واحد الاخت قالت لي ديري لنا دويره محدة الذهيبيه، والله العظيم اختي العزيزه الى بغيت نديرها ان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله ان شاء الله. والله كنوعدكم وكنحشم اني ما نفذش الوعد ديالي اللي وعدتكم به. ان شاء الله دابا غير حيت عندي شويه ديال الوقت مزير، وانا ان شاء الله غادي نمشي نصور لكم الجهه ديال الذهيبيه وحتى الذهيبي اللي كناخذ من عنده ان شاء الله يا رب الكريم. صراحه ان
شكون اللي طلب لي تاني أني نصور حاجة أخرى، الشقق. الأخت سهام كانت طلبتني قالت لك باغية تجي لمدينة قرسيف تسكن فيها وما عارفاش شنو تاخد بالنسبة للشقق. اختي أنا كنصيحة مني إلا باغية تاخدي شقة في وسط عمارة في وسط بزاف ديال السكان، كنصحك أنك تاخدي دار منعزلة، يعني دار خاصة بيك، سفليك يتباع كامل مكمول ما شاء الله، والسطح ديالك يعني من بعد إلا يسر لك الأمر يسر لك الله وكانت عندك إمكانية تطلعي الطابق الثاني ديالك. وحتى اللي ما عندوش إمكانية باش يشري دار كاملة جاهزة يدخل معاه واحد آخر ويشريو دار جاهزة، واحد يسكن في السفلي وواحد يطلع الفوق يسكن فيه أحسن من ان بارطومون. صراحة أنا ما كنحبش هاد الفكرة، لأن إلا اضطر الإنسان وهي راه كتكون تقريبا في نفس المادة، يعني في نفس الثمن. صراحةً يعني كانوا هنايا واحد الديور ما شاء الله ما شاء الله سفلية، والفوقي كتكمليه على خاطرك. كتوصل 50 مليون 54 مليون. إلا كنتو باغيين هاد الفكرة هادي طلبوهم ليا كتبوهم ليا في التعليق إن شاء الله، وأنا نصور لكم ونوريكم حتى فين جات هاد ال يعني لونتيسما. يعجبني أنا بحال هاكا والله العظيم يعجبني أنا نشارك معكم هاد المواضيع اللي هي اجتماعية، يعني تقدر تفيدك أختي وتفيد غيرك أحسن من روتين يومي، لأن أنا كندير روتين يومي غير مضطرة باش ما يطيحوليش السوايع. صراحةً أنا روتين اليومي ماشي ديالي وما يعني ما كنحبدوش إلا إذا للضرورة فقط البنات وصافي. كيعجبني ندير معكم فلوق خريجة، نشارك معكم مواضيع اجتماعية، نشارك معكم حويجات تبغيو تشريوها. إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يكون معايا، وهذا الشيء اللي غادي نتطرق ليه إن شاء الله يا رب العالمين. المهم كونوا معايا ووقفوا معايا وإن شاء الله نبداو في هاد الأمور هذه يا رب العالمين. بالنسبة لهاد الشقق البنات أنايا قلت لكم راني كنت في الفيلاج وشفت واحد هذا لاجونس سميتها، المهم مختصة في الشقق للبيع عند الأخ رضوان، وطرحت عليه الفكرة أني نصور معاه قال لي مرحبا بالعكس هو رحب بالفكرة وقال لي في أي وقت مرحبا بك إن شاء الله إلا كنتو باغيين علاش لا نصور معكم الشقق وفين جاو وحتى الأثمنة ديالهم بإذن الله العلي الكريم. اللي كان باغي شي شقة في العالمين شقة المهم هادشي اللي بغيت نوصل لكم، وهادو هما الأسئلة، والأسئلة كتطرح عليا بزاف على حب شباب البنات. والله كنت تمنيت أن نعطيكم أفكار في هذا الموضوع، ما وصلتنيش القدرة عند الدكتورة ديال حب شباب والله. صراحة يعني خصكي تمشي لأن عندك واحد الموعد معها، ولكن أنا مازال لحد الآن مازال ما جابتهاش الظروف. نتمنى أني نعطيكم فكرة. غير هو البنات أنا ماشي مختصة وماشي أنا غير من خلال ما داز مر علينا في حياتنا يعني اليومية. بنيتها فيها حب شباب كيفاش تعاملنا معها كيفاش حتى هو كتكون حالة نفسية. الأغذية المناسبة خصها تكون متنوعة والأغلبية تكون خضر وسلطة وشرب الماء بزاف، ونتجنبوا الحال هذا الأكل الدهني. وكذلك البنات غسل الوجه أكثر من 3 المرات في اليوم، لأن البشرة الدهنية دائما كتفرز واحد إفرازات دهنية هي اللي كتسبب لنا في هذاك كيتراكم الحب شباب. المهم الغزالات ديالي ادعيوا لي باش يدعيوا هذا الخير. ربي يسهل امري وان شاء الله يا رب العالمين يسهل امركم حتى نتوما، ونترحموا على الوالدين وعلى جميع الاموات، واللي عنده والدي حيين يا ربي يا ربي يسهل لهم يا ربي في الرزق وفي الصحيحه، وطول ربي فيهم في العمر ويخليهم لكم يا ربي تاج فوق راسكم باذن الله العلي الكريم.
وصراحة كنبغيكم وأحبكم في الله حبا كبيرا. نتمنى لكم كل الخير، ونتمنى يا ربي يلقانا في فردوس الجنة إن شاء الله يا رب العالمين، ويغفر لنا الذنوب يا رب. المهم شنو نقول لكم البنات، منين جبدنا الحديث على الوجه بعداتي وعلى البشره، نعطيكم واحد الوصفه البنات درتها انا هذا الصباح. صراحه والله كان وجهي ثقيل وحاسه بهذا المهم صراحه نفعتني هذا الصبيح، وكتحسي بالبشره ديالك زوينه وخفيفه. شوفوا قوماج، هو قوماج. درت معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ودرت معلقه مع مرش ديال نيسكافي، ومعلقه مع مرش ديال زيت اللي كناكلوها. وضفت لهم البنات طحين ديال الحمص، الدقيق ديال الحمص، وخلطتهم مزيان ودرتهم لوجهي. تصوروا البنات غير كندير هكذا وكنقومي، عرفتوا واعرين في البلاصه كيبقى عرفتوا كيخرج داك الجلده الميته وداكشي كلشي. صراحه دوزت حتى العنق ديالي، معتبره البنات والله العظيم الا معتبره. نتوما كما كتشوفوا شو راني ما دايره حتى شي حاجه لوجهي من غير انني لان هذيك الخلطه فيها الزيت وعطات واحد اصلا انا البشره ديالي دهنيه جافه، دائما خصني ندهن. ومن بعد منين ساليت درت زيت ارغان البنات، هذه هي شنو اللي كنستعمل دابا حاليا، زيت ارغان. نتمنى انكم تجربوها، واعره خطيره البنات. خليوها على وجهكم غير واحد انا ما خليتهاش اكثر من 5 دقائق البنات، غير درتها وخليت غير واحد شويه وبديت كنقومي هكا ودوزت على وجهي كامل. ومن بعد غسلتها بالماء دافي وصابون اللي كتغسلوا به وجهكم، ومن بعد عاوتاني رجعت الماء بارد. يلا نساليو هاد لا فيديو بواحد البنات. نخليكم ما تنساوناش بدعيوات الخير، محتاجين الدعاوي معنا، دعواتكم معنا وحنا ندعيو معاكم، والله يجبر بالخواطر ديالنا وبقلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين، ونتسامحوا مع بعضياتنا ونجبروا الخواطر، لان الانكسارات خواطر سهله ولكن جبرها صعب جدا البنات. نجبروا خواطر بعضياتنا، والله يسهل امرنا وامركم، وتهلاو لي بصحيحاتكم وبسلام عليكم. شكرا لكم بزاف بزاف البنات. نخليكم ما تنساوناش بدعيوات الخير، محتاجين الدعاوي معنا، دعواتكم معنا وحنا ندعيو معاكم، والله يجبر بالخواطر ديالنا وبقلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين، ونتسامحوا مع بعضياتنا ونجبروا الخواطر، لان الانكسارات خواطر سهله ولكن جبرها صعب جدا البنات. نجبروا خواطر بعضياتنا، والله يسهل امرنا وامركم، وتهلاو لي بصحيحاتكم وبسلام عليكم. شكرا لكم بزاف بزاف.